السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اهم 10 اضافات لازم يكونوا عندك في بلندر. الاضافات دي كلها موجودة بيلت ان جوه البرنامج، يعني مش هتحتاج انك تحمل اي اضافات من بره. عشان تفعل اي اضافة في بلندر بتروح لإيديت وبعد كده بريفرنسز وبعد كده ادونز، وهنا بتعمل سيرش على الاضافة اللي انت عايزها. واول اضافة معانا هي اكتر اضافة صدعتكم بيها، وهي نود رانجلر. والاضافة دي وظيفتها انها بتسهل عليك الشغل في الشيدر اديتور وكمان في الجيومتري نود. طبعا اتكلمنا عنها كتير في الفيديوهات اللي فاتت. الإضافة دي بتخليك تشوف النودز في الفيو بورد، وكمان بتسهل عليك إنك تنظم النودز في الشيدر إديتور. الإضافة رقم 2 وهي اللوب تولز، والإضافة دي بتشتغل جوه الإيديت مود وبتديك أدوات مش موجودة بشكل مباشر جوه بلندر. يعني مثلا لو عايز تعمل كيرف هنا بتختار أي 3 نقط عندك وبعد كده بتروح لللوب تولز وبتختار كيرف، ولو عايز تخليهم كلهم في اتجاه واحد على نفس الخط بتختار الفيرتيسيز اللي انت عايزها وبعد كده تروح لللوب تولز وتختار جي ستريتش. ولو عايز تعمل دايرة بشكل مظبوط بتختار الفيسز اللي انت عايزها وبعد كده من لوب تولز بتختار سيركل. ولو عايز تظبط المسافة بين كل الفيرتسيز بحيث ان المسافة تبقى متساوية بتختار الفيرتسيز اللي انت عايزها وبعد كده من لوب تولز بتختار سبيس. الإضافة دي مهمة جدا ليك لو بتشتغل في الهارد سيرفيس موديلنج أو الكاركتر. الإضافة رقم 3 معانا هي إضافة اكسترا مش. الإضافة دي بتضيف لك اوبجكت تانية غير الحاجات الموجودة جوه بلندر، وكل الحاجات دي بتبقى بريسيدجوال عشان تقدر تعدل عليها، يعني بتسهل عليك الشغل شوية بدل ما تعمل كل حاجة من الصفر. الإضافة رقم 4 معانا هي الإكسترا كيرف. هي الإكسترا مش، بس دي بتتعامل مع الكيرف، بتديك كيرفات جديدة ومختلفة أكيد هتستخدمها في شغلك. الإضافة رقم 5 معانا وهي الموديفاير تولز، ودي بتخلي التعامل مع الموديفايرز أسهل وأسرع. يعني مثلا لو عايز تعمل أبلاي لكذا موديفاير أو كذا أوبجكت مع بعض بتعملهم كلهم بضغطة واحدة من غير ما تعمل أبلاي لكل موديفاير لوحده. نفس الكلام لو عايز تعمل ديليت للموديفايرز أو تخفيهم من الفيو بورد. الإضافة رقم 6 معانا هي اد كاميرا ريج، ودي بتديك تحكم سينمائي في الكاميرا من غير أي تعقيد. ببساطة هي بتبقى كاميرا عادية بس معمول لها ريجنج، يعني التعامل معاها بيبقى من خلال البوز مود. الإضافة دي بتسهل عليك الشغل شوية وبتخليك تركز على المشهد نفسه بدل ما تركز على حركة الكاميرا. طبعا فيها شوية حاجات محتاجة شرح، إن شاء الله نبقى نعمل لها فيديو لوحده. الإضافة رقم 7 معانا هي كاميرا شيكيفاي. الإضافة دي من أجمل الإضافات الموجودة في بلندر، خصوصا لو بتشتغل فيديوهات VFX. الإضافة دي بتديك اهتزاز واقعي للكاميرا، كأن حد ماسك الكاميرا في إيده وبيصور المشهد. طبعا تقدر تتحكم في سرعة وشدة اهتزاز الكاميرا زي ما انت عايز. الإضافة رقم 8 معانا وهي اركي مش، ودي وظيفتها انها بتضيف اركتكتشر جاهزة للبروجكت بتاعك، زي مثلا البيبان والشبابيك والروف او اي حاجة زي كده. الإضافة رقم 9 معانا هي باجا بي، ودي إضافة فيها حاجات كتير جاهزة ممكن تحتاجها في شغلك، زي مثلا سلالم أو إنك تعمل كابلات أو عواميد أو جدران أو روف، كل الكلام ده. كمان ممكن تعمل زرع على الجدران زي كده، بس الحاجات دي في إضافات تانية بتعملها بشكل أحسن. الإضافة رقم 10 والأخيرة معانا هي إضافة مياو يوفي، والإضافة دي بتسهل عليك الشغل في اليوفي مابينج بشكل كبير، هتوفر عليك وقت ومجهود لأنها فيها شوية حاجات مش موجودة في إعدادات بلندر العادية. وبس كده، دي كانت أهم 10 إضافات موجودة بيلت إن جوه برنامج بلندر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. سلام عليكم.